يخبرني أحد الدعاة عن حادث شباب ثلاثة. الشباب ذولي مسافرين إلى دولة من الدول، يبحثون عن السعادة، يبحثون عن المراقص، يبحثون عن الشيء اللي يسعدهم، ما يدرون. يقول والله يا شباب هذا الشاب الثالث رقد نام، الأغاني شغالة لآخر صوت، إلا الآدمي يقول يحلم رؤيا باقي على جهنم 150 كيلو، يرى اللوحة باقي على جهنم 150 كيلو. صحي من النوم قال يا شباب فين رايحين؟ ارجعوا. قالوا وش فيك؟ أنت انجنيت؟ أنت مجنون؟ نام. قال باقي على جهنم 150 كيلو. قالوا له نام. رجع نام شوية لا تجيه، باقي على جهنم 50 كيلو. اي والله. ويصحى قال اقول لكم باقي على جهنم 50 كيلو، لوحة باقي على جهنم 50 كيلو. قال انت مجنون؟ انت جنيت انت؟ قال اقول لكم والله ماني خويكم، نزلوني. يقول والله نزلوه، وذهب الشباب، وذهبوا هم فين؟ متجهين. وعلى ايش متجهين؟ والنية على ايش؟ والاغاني شغالة. يقول بعد نص ساعة اللي راعي شاحنة قاعد يشتري راعي شاحنة موقف له ويركب، وان راعي الشاحنة غير يستغفر لا اله الا الله، استغفر الله، لا حول ولا قوة الا بالله، لا اله الا الله. طالع فيه قال ايش فيك انت؟ من يوم ركبت معاك وانت غير تستغفر، ايش فيك؟ قال يا اخي رأيت حادث عجيب. قال ايش؟ قال رأيت كامري. قال ايش اللون؟ قال اللون كذا وكذا. رأيت 2 أشخاص. قال ايش فيهم؟ قال من طلعتهم السيارة رايحين أوصال، كل وصل بجهة، كل وصلة بجهة. قال لا إله إلا الله. قال ذول يا أخوياي. قال كيف أخوياك؟ قال هذه قصة كذا وكذا وكذا. ورجع الرجل وتاب وعاد إلى الله.